لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. جزاكم الله خيرا. حطت قبل لحظات بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء طائرة قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية، وعلى متنها محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، الذي كان موقوفا لدى السلطات الألمانية تنفيذا لمذكرة توقيف دولية صادرة في حقه. وأفادت مصادر مطلعة أن عناصر من الشرطة القضائية بالدار البيضاء تنقلت خصيصا إلى فرانكفورت لتسلم المعني بالأمر في إطار تعاون أمني دولي، حيث تم نقله مباشرة إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء من أجل تعميق البحث معه. ويأتي هذا التطور بعد أن قررت المحكمة الإدارية سابقا عزله من رئاسة مقاطعة مرسي السلطان بسبب تغيبه المتكرر عن مهامه، والتي كان يبررها بتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن. غير أن التحقيقات الأخيرة كشفت معطيات مغايرة أثارت الشكوك حول طبيعة غيابه ومكان تواجده الفعلي. يقضي محمد بودريقة أول ليلة في سجن. وترجح مصادر متطابقة أن يتم عرض بودريقة على أنظار النيابة العامة في الساعات القليلة المقبلة لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وسط ترقب كبير من المتابعين للشأن الرياضي والسياسي المحلي.